بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا كلنا بيجي لنا البناطيل يعني بيجي عليها فتره وتبقى كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هي مبينه اللي تحتها ازاي والفتله اللي طالعه منها دي. إيه هقول لكم بقى انا صلحتها ازاي. انا هي الناحيتين كانوا عاملين كده تمام. فانا جبت بنطلون قديم خالص، يعني قلت اجرب فيه، وساعات كمان بيبقى البنطلون لسه جديد ونيجي نبص نلاقيه فتح من على الرجل، من على الحته اللي تحت دي كده يعني. فاحنا عايزين هنداريها ازاي؟ شايفين طريقه، شايفين شكلها اصلا مش هتبقى باينه في اللبس، مش هتكون باينه خالص. اهم حاجه ان احنا نعمل بنفس لون القماش. ديت انا عملتها على طول من غير ما احط تحتها قطعه قماش. ديت انا هجربها معاكم واحط تحتها قطعه قماش واوريكم في الاخر الفرق بين الاتنين. ديت هحطها تحت كده، بس نحاول نجيب لون مقرب للحاجه اللي احنا بنعملها. تمام، انا هحطها كده اهي تحت القماش بالظبط. بصوا باينه. ممكن بقى اثبت بدبابيس حواليها وممكن لا، انا مش هثبت بدبابيس ولا حاجه، بس اهم حاجه ان انا اكون ظابطه القماش تحتها بالظبط. واي غرزه زجزاج عندنا بقى موجوده في المكنه، دي بتنفع او بالمكن الزجزاج او اللي هو المنزلي، او تنفع كمان باللي هو المكن العادي خالص. بنفضل رايحين جايين عليها كده. انا هختار غرزه عندي رقم 10 مثلا. احنا بنختار، كل واحد بيختار حسب الغرزه اللي تريحه. تمام، اهم حاجه اسند بس من ورا كده وايه، واسند من قدام كده واشتغل. بسم الله. بس كده. هرجع كمان تاني اعمل فرماتورة او الف القماشة نفسها معايا كده. هلفها الناحية التانية وامشي عليها نفس الحكاية. انا عايزه اروح الشكل الجديد. نشوف بقى وصلنا لحد فين. اهو لسه في حتة برضو لسه عايزة يتجمد عليها. هنلف برضو البنطلون كده اهو، وبرضو نفضل نروح نيجي عليه تاني بالمكنة. هناخدها بقى من كل النواحي، كل الاتجاهات، نجيبها من كل الاتجاهات علشان ايه ما يفوتش مننا حاجة تبقى تفضل لسه مقطوعة. يا رب تكون الفكرة واضحة اهي. بصوا شايفين دي في اللبس بقى ما بتبانش خالص، يعني لان المنطقه دي اصلا من تحت واحنا مستخدمين نفس اللون. هسيب لكم كمان في الوصف كنت عامله حاجه زي كده، بس كانت في رجل البنطلون، او ادخلوا على القناه هتشوفوها. إيه هي كده اهي. بصوا هفضل بقى ماشيه اكمل للاخر، هتلاقوها مش باينه خالص، هتكون بقى نفس شكل دي بالظبط. دي انا عملتها من غير ما احط تحتها قطعه قماش، دي عملتها بقطعه قماش بس، لسه همشي اكمل عليها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بامر الله. ولو حد عنده اي سؤال يسيب لي في الكومنتات، انا برد على كله. وهسيب لكم كمان جروب الفيسبوك، وصفحه الفيسبوك برضو بنفس اسم القناه. هتبحثوا بس هناك على الفيسبوك هتلاقوها، والمجموعه عامه اي حد محتاج ينشر فيها اي حاجه انا سايباها مفتوحه. واي حد عايز يعمل اعلان لشغله، اعلان لاي حاجه، انا سايباها مفتوح برضو. وهي برد عليكم، وابعتوا لي بس الاسئله بتاعتكم وانا برد عليكم على كل الناس. واي سؤال سيبوه في التعليقات او ادخلوا على الفيسبوك ابعتوا لي هناك. سلام عليكم بقى.